كمان من هالحفل هذا. المرأة أنا كشخص مؤمن كثير بنشاط المرأة وقوة المرأة ودور المرأة كأب كواحد من المجتمع هذا. وأنا كمربي كأستاذ كمان عندي كان طالبات، درست الطالبات درست الطلاب، قارنت، وهلا كمان عم بعطي بروردة عم بلاحظ انه المرأة والبنت تستوعب أكثر، أذكى أكثر، وبنفس الوقت داخل البيت كمان إلها دور أكبر مع أولادها ومع الرجل. أنا مقتنع هيك. أستاذ تاريخ كمان، وبالتاريخ ياما مر علي ملكات ونشيطات يلعبن دور أكثر من دور الرجل الملك في الحفاظ على الدولة ونشر العدل بين المواطنين، لدرجة أنه كثير من الآلهة كانوا نسوان، كانوا مؤنثات. الآلهة أشتار، الآلهة أستير، الآلهة إنانا، لما كان لها دور كبير. حتى الرجل أيام مجتمع كلان وأيام النيوليتيك العصر الحديث كان المجتمع بإيد المرأة، هي كان دير المجتمع، ولهذا هلا المرأة نشيطة، بس مع الأسف صار تحول سلبي معها. سبب شو؟ مع الأسف ربطوه بالفكر الإلهي، الله هيك قالوا الله هيك قال، الله هيك قالوا الله هيك قال، وكل ما قالوا الله هيك قال كان ضد المرأة مع الأسف. الله قال صوت عورة، والله بريء عن هالشيء هذا. مين اللي نشر هالثقافة هاي؟ الرجل مشان يسيطر على المرأة يقضي على دورها. قال لا تأخذوني، ثلاثة يبطلن الصلاة، وهذا بعيد عن القرآن وعن الإسلام وعن الله. واحد منهم إذا المرأة مرت قدام السجادة، هي إهانة للمرأة. الله قال سووا 4 نسوان، والله بريء عن هالشيء هذا. الله قال الطلاق بإيد الرجل، والله بريء عن هالشيء هذا. والله قال خلي المرأة تستر والرجل على كيفه، شو ما يلبس يروح على كيفه. قالوا خلوا العورة عند الرجل فقط من هون لهون، والباقي كله يخليه مكشوف عند الرجل، بينما المرأة ما يبين إلا عيونها. والله بريء عن هالشيء هذا. باسم الله حارب المرأة. أتمنى من المرأة تفكر شوي بحقوقها، فكر عقلاني، ما تصير هيك طواعية عمياء. مو معناته تدخل في صراع مع زوجها، لا، بالتفاهم. هلا أنا واحد من الناس متفائل مع بتحرر المرأة شوي عم تتحرك.